حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائر. الجزائر، لكن كم من حيوان أيضا تزخر بهم الجزائر. قاسي سعيد، نتحدث عن الأسد الجزائري الذي عاش لقرون في جبال الأطلس الجزائرية. هذا أسد الأطلس أو طابع بريدي للجزائر. شوف، هذا ذكر أسد بربري تم تصويره في الجزائر من قبل ألفريد إدوارد بيس في عام 1893. للأمانة الأسد الجزائري لم يشاهد في الجزائر منذ أربعينات القرن الماضي، ربما يكون قد انقرض ولا وجود له، لكن الأسد أيضا يعيش في الجزائر منذ القدم ويمكن الاعتماد عليه في التمائم. حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه الأسد، جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفنك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح غير موجود حاليا في الجزائر، ولكن الأسد كان موجودا في الجزائر. نعم. كان موجودا في الجزائر، وهناك حتى من الشهود الجزائرية. وأجا سكتهم عباد الله، أجا سكتهم، وأجا سكتهم عباد الله، أجا سكتهم.